أماماً 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 جنود الفداء أعدوا. السلام عليكم مشتركي واش أخبار عالم محركات قناة في 6. كما قلنا لكم اليوم جبنا لكم سيارة إيطالية ماشي لامبورغيني ولا فيراري إن شاء الله، علاش لا. اليوم جبنا لكم فيات دوبلو بانوراما تاع خونا فايزر بيبارك ما شاء الله. كالعادة رايحين نحكيو على كلش إن شاء الله، التاريخ تاع فيات في الفئة هذه وتحديدا التاريخ تاع دوبلو. وقبل كلش راكو تعرفوا الدرس، اشتركوا في القناة إذا ما راكمش مشتركين وفعلوا جرس التنبيه باش يلحقكم كل جديد إن شاء الله. نشر الهدى وإنا على الحق نمشي به جنودا التاريخ تاع العملاق الإيطالي في عالم السيارات النفعية الخفيفة ولا لو ديسباس كبير، وكانت البداية بين 1937 و 1955 مع نموذج 500 توبولينو فورغونيتشينو، اسم شوية شباب. الخليفة تاعو كان ما بين 1956 و 1962 اللي هي 600 ام كورياسكو اللي خدموا منها 18 ألف نسخة. الخليفة تاعو كانت ما بين 1962 و 1982 مع النموذج 850 تي اللي خدموا منه 700 ألف نسخة. معاقل جند العداء أماما أماما أماما. مازالنا بعد فيات ما حبسوش، بصح كانت ناقصتهم حاجة اللي هي سيارة نفعية صغيرة، خاطر النماذج اللي ذكرناهم كانوا عبارة على سيارات نفعية متوسطة كيما دوك كاين سكودو ودوكاتو. هيا فيات قرروا يدخلوا في الفئة الصغيرة واللي هي فئة السيارات النفعية الخفيفة، وين طرحوا فيورانو اللي كان الإنتاج تاعو بين 1977 و 1981 اللي كان هو عبارة على النسخة النفعية تاع الفيات 127. النجاح تاع فيورانو جعل العملاق الإيطالي يطرح الجيل الثاني ما بين 1988 و 2013، وفي 2014 فيات تاع البرازيل طرحوا الجيل الجديد تاعو اللي كان عنده بزاف تسميات كيما بيجو بارتنر رابيد ودوتش رام برو ماستر رابيد. دوتش، أي نعم دوتش. أماما أماما جنود الفداء أعدوا الشباب. لأن لحقنا التاريخ تاع السيارة اللي رانا رايحين نقدموها لكم إن شاء الله اللي هو الدوبلو. السيارة هذه هي خليفة تاع فيورينو، وهي فيات طرح الجيل الأول تاعو ما بين 2000 و 2010. الجيل هذا نجح تاع الصح ويخدموا منه قريب 1,100,000 نسخة. النجاح هذا خلى العملاق الإيطالي طرح الجيل الثاني ما بين 2009 و 2023. كان عنده بزاف تسميات فيات دوبلو، فيات باراتيكو، أوبل وفوكس هال كومبو، رام برو ماستر سيتي ورام في 1000. لهنا لحقنا الجيل الثالث واللي راهو معانا اليوم بسم الله ما شاء الله. البداية إنتاج تاعو كانت في 2022، النجاح تاعو سمح باش يطرحولو نسخة فاص ليفت، ومع النهاية تاع جوفي 2025 فيات طرح نسخة فيتيولا كما سموها دوبلو بانوراما. أول فيات دوبلو بانوراما خرج من مصنع مجموعة ستيلانتيس في مدينة طفراوي في ولاية وهران في الجزائر. نخليكم مع سينيماتيك خفيفة ونكملوا الفيديو تاعنا إن شاء الله. إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العداء أماما أماما أماما. النسخة هادي راح نتعمقوا معاها كالعادة التصميم الخارجي والداخلي المحرك اللي فيها وأبرز المنافسين، وحاجة لأول مرة في قناة في 6 اللي هي تيست درايف وين جربنا القيادة تاعو بسم الله ما شاء الله. آخر حاجة هي التقييم العام إن شاء الله. ودكوا معاقل جند العداء فنحن جنود لنا غاية. طيب بسم الله ما شاء الله. شوفوا لهنا الواجهة الأمامية تاعو كما راكم تشوفوا لي فار الديزاين تاعهم أغريسيف مع هاد لوغو فيات.
لي فار باللاد، لي زونطري دار كيما راكم تشوفو، رادار الله يبارك بسم الله ما شاء الله، لي زونتي برويار، كابو تاعو راكم تشوفو الله يبارك بسم الله ما شاء الله، يعني عنده نظرة بزاف اغريسيف الله يبارك بسم الله ما شاء الله. كيما على بالكم كاين فيات دوبلو، كاين بيجو ريفتر و سيترويان برلينغو، يعني نفس لوزين واحد يخدم لي تروا فيكيل هادو بسم الله ما شاء الله الله يبارك. نروحو للواجهة الجانبية، نلاحظو لو ديزاين تاعو، لاغيزيفيتي و الكونفور تاعو في الديزاين كيما شفنا في الواجهة الأمامية، راح نشوفو في الواجهة الجانبية خطوط انسيابية مع كرة رشيقة، يعني ديزاين بزاف شباب، لي جونط كيما راكم تلاحظو الله يبارك. يعني فينيسيون بزاف شابة. بيبان واسعين، انتفاخات عاملة في ليزال اريير، ليزال افون، لي روتروفيزور بنوار، يعني يجي هكدا، هو يجي هكدا، لا فينيسيون تاعو تجي هكدا الله يبارك. ما شاء الله. الواجهة الخلفية تاني ديزاين تاع لي فو ما تبدلش بزاف، زادولو برك هاد شونجمون هدايا في الديزاين. لاحظوا لوغو دوبلو، لوغو فيات مع باب واسع، يعني باش تقدر ترفد فيه السلعة ولا كاش سلعة من هكدايا بآلاز الله يبارك. الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء، أماما جنود الفداء. نروحو للتصميم الداخلي ان شاء الله الله يبارك بسم الله ما شاء الله. الله يبارك ايكرون دي بوس، لهنا تاني ايكرون ديجيتال، فولون مع لي برونش هادوما شابين ما شاء الله، لي توش، لوغو فيات كما راكم تلاحظوا، فولون الكانتارا بلاستيك، لي كودوار تاني الكانتارا ما شاء الله. تاني حاجة اللي عجبتني فيه انه فيه لوسع، يعني واسع جاي عريض كما قلنا، ايكرون دي بوس، ليفي دو فيتاس 5 فيتاس مانيال، دو كلي USB تاع لا كلي مباينة ما شاء الله. الفولون تاعو والله بزاف عجبني، يعني جاي شغل سبور الله يبارك، يشبه هو نفس كيما في ديزاين اكستيريور، نفس كيما قلت لكم برلينغ وسيترويان وفيات. تاني الانتيريور كيف وكاين تاني اوبل كومبو تاني نفس لوزين اللي نخدم فيه، واسع بسم الله ما شاء الله. نروح نشوفو كوتي اريال بسم الله ما شاء الله. تاني
تاني كما راكم تلاحظوا واسع. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. هاي لك الله يبارك. كما راكم تشوفوا الله يبارك. الوسع مالقى انا قصير صح. يعني الله يبارك واسع. الداشبورد تاعو كيما قلت لكم شباب بزاف. هاوليك فونا بلي برونش تاعو قفالي كدايا. كما قلت لكم تاني ايكرون دي بوس. الله يبارك الله يبارك. دو بوطاغون بلوس وحده ارونجي. الله يبارك. لهنا تاني هايلك بسم الله ما شاء الله. يعني فيه بزاف حاجات وين تحط السلعة وين تحط دوسة كدا. يعني ما تكسرش راسك كامل. الله يبارك. زيدو نروحو نشوفو لاريال تاعو. الله يبارك. تاني واسع كيما راه هكدا. لي سياج ماشي مربطين يرفد 775 لتر. وكي تربطاو 1350. يعني واسع بزاف. الله يبارك. أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا إلى نروح الجانب التقني. المحرك الوحيد اللي كان في الدوبلو بانوراما هو محرك 1.6 لتر اللي يولد قوته 115 حصان مع 5900 دورة في الدقيقة و150 نيوتن متر من عزم الدوران مع 4000 دورة في الدقيقة. السرعة القصوى تاعو تلحق 200 كم في الساعة والتساوي من 0 ل 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية. المحرك هذا موصل بمانيوال جير بوكس تاع 5 جير. غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمشي. فيما يخص الأبعاد والقدرة الاستيعابية، الطول تاعو 440 سنتيمتر والعرض قريب 185 سنتيمتر والارتفاع قريب 180 سنتيمتر. القدرة الاستيعابية تاعو تلحق ل 775 لتر وكي تربط والمقاعد تلحق ل 3000 لتر. بسم الله ما شاء الله. يعني تقدر ترفد فيه وش تحب عادي جدا. قبل ما نكمل الفيديو، اللي حاب يسافر ولا يروح عمرة راهي فتحت وكالة سياحية وين ترافل اللي تقدم لكم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار. العنوان تاعها 38 حي محمد شعباني، البيار، الجزائر العاصمة. إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا. نروح لأبرز المنافسين. ويكاين بيجو ريفتر، سيترويان برلانغو، أوبل كومبو، وبلا ما ننساو رونو كونغو. في وطن القنا صروف المنايا بأسيافنا نذيق العد. وصلنا للحاجة اللي عبالي كامل راكو تسناو فيها واللي هي تيست درايف. نخليكم مع جولة بالدوبلو بانوراما ونروحو للتقييم العام إن شاء الله. ما شاء الله حتى القاعدة تاعو كونفورتابل. الله يبارك. ما قلت لكم تاني الله يبارك عنده فونو الكونتارا ما شاء الله. ايكرون دي بوس يعني واسع. ايكرون واسع مام البوزيسيون تاع ليكرون ما شاء الله.
اليوم راح نتمتع بالقيادة ومع المناظر الطبيعية إن شاء الله. محرك اللي فيه 1.6 VTI 115 شوفو، والسرعة تاعو القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ومن الصفر ل 100 كيلومتر في الساعة في أكثر من 11 من ثانية، مع 4000 دورة في الدقيقة. هو موتور صغير بصح في فئة هادية، يعني محرك ما شاء الله. شباب اليوم النداء أعيد إلى نروح للتقييم العام. فيما يخص التصميم الخارجي، شخصيا عجبني بزاف. من وجهة نظري الشخصية دوبلو بانوراما شباب البرلينغو. على كل حال كل شركة واللي دونتيل فيزيال والهوية تاعها، بصح يقعد هذا شباب الله يبارك، وعلى هادي نقيمو ب9/10. فيما يخص التصميم الداخلي تاني نقيمو ب9/10، خاصة من ناحية الرفاهية واللي زارونجمون اللي فيه والمواد اللي خدمو بها ولا فينيسيون تاع الداشبورد عجبتني بزاف، بسم الله ما شاء الله. من ناحية الأداء تاني جربناه وكان الأداء تاعو ما تقولش عالي، بصح كي تشوف المحرك اللي فيه والوزن تاع السيارة تقدر تقول باللي أداء فوق المتوسط، وعلى هذا نقيمو ب9/10 تاني. هذا كان التقييم تاعي لدوبلو بانوراما، وانتوما واش رايكم فيه؟ قولولنا رايكم في التعليقات. وصلنا لنهاية تاع الحلقة تاع اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. ما تنساوش الإعجاب والمشاركة مع أصحابكم، وقولولنا رايكم في التعليقات. كان معكم صاوي محفوظ من قناة V6، نتلاقاو في الموعد الجاي إن شاء الله. السلام. وقبل ما ننساو موضوع تاع الحلقة الجاية إن شاء الله راح يكون لقدواتنا المفتدى، فنحن جنود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى.